فطار اول يوم العيد ما بيعديش من غير طاسة الكبدة الحلوة دي. هعملها لكم النهاردة بطريقة جميلة، وهقول لكم على تكات بسيطة خالص كده بتفرق في الطعم. اول حاجة خالص كده، انا لما باجي اجيبها بوصي الجزار ان انا عايزاها شرايح سليمة كده، ما بجيبهاش متقطعة جاهزة. بعد كده لو اقول لك بقى الكبده بتتغسل ولا ما بتتغسلش، هي ساعات تتغسل وساعات ما تتغسلش، عشان كده انا بجيبها سليمه كده. ممكن تبقى جاية من عند الجزار وبيبقى حواليها كده في الطبق اللي متغلفة فيه أو في الكيس بيبقى دم نازل. المشكلة بقى في الدم ده، هو ده اللي بيعمل لي الريحة أو بيعمل الزفارة. لو هي جاية ناشفة وحلوة وجميلة كده، يبقى بمنديل بسيط كده نشفيها وجيبي طبق وفرشيه عليها ودخليها الفريزر تتجمد على الوضع ده، ما تسيبيهاش متكتلة فوق بعضها. بعد كده لو انت بقى ده في ايه، في حالة لو هي جاية نظيفة فما تتغسلش. طيب لو في دم نازل من حواليها كده، هو ده اللي بيعمل الزفارة، لازم تغسليه، وخصوصا لو انت هتجمديها مش هتعمليها في وقتها. يبقى تشطفيها شطفة وتنشفيها بمناديل وتدخليها الفريزر على طول. بعد كده بقى انا قطعتها عصافيري صغير كده او شرايح، وعاملة معاها كلاوي كمان. جبت طاسة كده وحطيت فيها شوية زيت حلوين وسخنتها جامد، ونزلت عليها بمعلقة توم على فلفل اخضر مفرومين. خدت نص الكمية وسبت نص الكمية على جنب. نزلت بالكبده والكلاوي، انا بنزل بيهم الاتنين مع بعض. عايزه تنزلي بالكلاوي الاول تاخد تشويحتين وبعدين تنزلي بالكبده براحتك، لكن انا بحب اعملهم الاتنين مع بعض. بعد كده بقى ما بقلبش الا لما احس انها خدت لون من تحت، تبقي تقلبي براحتك علشان ما تنزلش ميه. في الوقت ده كده بحط عليها معلقه خل وبعصر عليها عصير ليمونه. على ما تبتدي تستوي كده، انا عايزه كل الحكايه دي تتعمل على نار عاليه جدا وكله في نفس الوقت، يعني ما تسيبيهاش على النار وقت كبير على ما تقطعي الشطه او كده. قطعت بقى شطه حمراء وخضراء بالشكل ده كده. وبعدين دي بقيه التتبيله، هي يا دوب كانت معلقه قبل وبعد. قلبتها في قلب بعضها، وبعدين هنزل بالشطة الحراقة الحامية جميلة جدا. وطبعا اختياري، تقدري تحطي فلفل بارد احمر واخضر بقى كده تدي لون حلو. التوابل بتاعتها فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، بتدي ريحة جميلة جدا. ما اقولكوش بقى الريحة دلوقتي طالعة عاملة ازاي. ما تنسيش الملح، ولو انت دقة التوم والفلفل بملح خدي بالك علشان ما تكتريش تاني. بس كده تعتبر الكبدة بتاعتي خلصت. شكلها جميل، ريحتها جميلة، وما تتكيش عليها في السوى ابدا، مش هتنشف ولا تجلد معاكي. يلا ان عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك وشير عشان الوصفة توصل لناس كتير. كل سنة وانتم طيبين.